هل العدسة بعد المية البيضاء بتتغير؟ كل العدسات اللي احنا بنستخدمها بعد إزالة المية البيضاء وزرع العدسة خاملة لا تتفاعل مع الجسم، يعني بعد ما بنزرعها مش بنحتاج نغيرها تاني ولا بعد 100 سنة. أحيانا في بعض الناس ممكن يحصل لهم عتمات في محفظة العدسة وليس العدسة، يعني الكيس المحوط ليها، وده علاجها بيكون عن طريق جلسة ليزر ياج ليزر لتنظيف محفظة العدسة وليس لتغييرها، وده بنعملها مرة واحدة في العمر إن احتجت. نسبة حدوث ده قليلة جدا في العدسات الأفضل البريميوم. بعض الناس اللي ممكن أشوفهم في العيادة لو العدسة أو محفظتها متزحزحة أو لو كانت مزروعة بشكل خاطئ، ساعتها بس بنضطر إن احنا نشيل العدسة. هنحط عدسة جديدة سواء في نفس المكان داخل المحفظة أو أمامها إذا كانت المحفظة سليمة في العملية الأولانية، أو بنثبتها بطرق مختلفة، إما في القزحية في صلبة العين أو عن طريق شبكة داخلية لو لقينا إن في ضرر حصل من العملية الأولى، علشان نوفر أفضل رؤية ممكنة ليك بإذن الله.